الطعنة عمرها ما توجع قد اللحظة اللي تكتشف فيها إن اللي طعنك هو أقرب حد ليك. أنا اتصدمت في ناس عمري ما كنت أتخيل إنهم يغدروا بيا، كنت شايفة إنهم ظهري وسندي، بس اللي شفته بعيني كسرني. أنا دلوقتي بين نارين، لو اتكلمت ههد بيت، ولو سكت هموت بالقهر. أعمل إيه؟ اللي هتشوفوه النهاردة مش مجرد قصة، دي حكاية حقيقية. أنا اسمي هبة وعندي أخت توأم اسمها هنا. من يوم ما اتولدنا أنا وهنا زي ما بيقولوا كده إحنا توأم، بس مش زي بعض خالص. أنا قمحية وعيني خضرة فاتحة، هادية وخجولة زي ما بيقولوا كده على نياتي، وهي بيضة جريئة كيادة، عندها جرأة كده في التعامل تخلي أي حد يتشد ليها. أنا اتجوزت قبلها بسنتين، يعني من سنتين بالظبط دخلت عش الزوجية وكنت طايرة من الفرحة. رامي جوزي كان هو فارس أحلامي، الراجل اللي كنت بحس معاه بالأمان وبشوف فيه الأب والأخ والسند. حياتنا كانت ماشية زي الساعة، هادية مستقرة وكلها حب ودفى. هنا أختي كانت دايماً بتيجي تزورنا، وده طبيعي، توأم وبنحب بعض ومنستغناش عن بعض. كانت بتفضل عندنا بالأيام بحكم إنها لسه مش متجوزة وبتشتغل من البيت أونلاين. كنا بنقعد ونتكلم ونضحك، رامي كان بيضحك ويهزر معاها عادي، وأنا كنت شايفة ده هزار إخوات مفيش فيه أي حاجة غلط. إيه اللي يخليني أشك أصلاً؟ دي أختي اللي من لحمي ودمي، وجوزي اللي عمري ما شفت منه غير كل خير. بدأت المشكلة تتسلل لحياتي زي الضلمة في عز الليل، حاجات بسيطة في الأول، نظرات بتروح وبتيجي، ضحكات بتبقى أعلى من اللازم لما أختي تكون موجودة. كنت بقول لنفسي عادي، هنا شخصيتها جذابة وبتعرف تضحك اللي قدامها. إحساس غريب كده زي الشوكة في الزور، مش عارفة أبلعها ولا طلعها. الموضوع بدأ يكبر لما موبايل أختي باظ، كانت زعلانة قوي عشان شغلها متوقف وبتخسر. أنا بحسن نية أو يمكن بسذاجة حكيت لرامي عن مشكلة أختي وقلت له صعبانة عليا هنا يا رامي، شغلها واقف ومعهاش تجيب موبايل جديد. لقيت رامي كده بيبصلي نظرة غريبة مش عارفة أوصفها، وبعدين قال لي ما تقلقيش ربنا هيسهلها. بعد أسبوع صدمة، لقيت هنا ماسكة موبايل جديد، آيفون كمان. عيني كانت هتطلع من مكاني. سألتها إيه ده يا هنا، جبتيه منين؟ مش كنتي بتقولي ما معكيش فلوس؟ ردت عليا بمنتهى البرود بابتسامة كده فيها حاجة معرفتش أفهمها. جبت قسط يا حبيبتي وربنا كرمني. قلبي دق، مش مرتاحة للإجابة، بس قلت يمكن، بس قلبي ما كانش راضي يطمني. إحساس الخوف والشك كان بيقتلني من جوه. في يوم هنا سابت موبايلها جنبها وراحت الحمام. الشيطان لعب في دماغي، يمكن دي فرصة. مسكت الموبايل، إيدي كانت بترتعش، فتحته وكانت الصدمة، الكارثة، المصيبة اللي دمرت حياتي في ثانية. لقيت رسالة من رامي لهنا على الواتساب: مبروك عليك الموبايل يا حبيبتي، ألف مبروك. ورسالة تانية بيقولها شفت فيكي اللي ما شفتهوش في هبة. ورسالة تالتة عشان تعرفي بس إني بحبك يا هنا وعيني عليكي من زمان. ورسالة رابعة كلام يوجع القلب، كلام ما يتقالش الأخت زوجة ولا يتقال لأي ست، كلام كله مشاعر وحب واهتمام، وكأنه بيكلم حبيبته. وقلبته في المحادثة لقيت هنا بتشكره على الموبايل وبتكتب كلام كله دلع، ولقيت صور تخيلوا، ولقيت فويس نوت وبيقول لها كمان بحبك أكتر من أي حد ونفسي أقدر أقولك كده قدام الناس. الدنيا لفت بيا، حسيت إني بدوخ، قلبي اتعصر زي ما يكون سكاكين بتقطع فيا. الموبايل وقع من إيدي وسمعت صوت هنا بتنادي عليا من الحمام: هبة انتي كويسة؟ كنت هصوت، كنت عايزة أكسر كل حاجة حواليا، أختي التوأم وجوزي، إزاي؟ إمتى؟ معقولة كنت عامية كده؟ مش جبانة وبس، ده أنا طلعت غبية. المصيبة الأكبر بقى إن أبويا متوفي، وأخويا الصغير اللي أصغر مني بسنتين مريض سكر، ووالدتي كمان مريضة سكر. أخويا من شهر بس جات له غيبوبة سكر وربنا ستر. أنا خايفة عليهم موت، لو عرفوا حاجة زي دي ممكن يحصل لهم حاجة. أمي قلبها رقيق وأخويا صحته مش متحملة أي صدمة. أنا دلوقتي في نص نارين، نار قلبي المحروق من الخيانة اللي جاتلي من أقرب الناس ليا، ونار خوفي على أهلي، مش عارفة أواجههم. جبانة، جبانة، مش قادرة أبص في وش رامي ولا في وش هنا بعد اللي شفته وسمعته. عايزة أصرخ، عايزة أفرغ اللي جوايا،
بس كل ما أفتكر أمي وأخويا لساني بيتلجم. هل هبة لازم تسكت عشان أهلها المرضى ولا تواجه وتكسر البيت؟ هل ممكن تلاقي طريقة تعالج بيها الموضع من غير ما تدمر أهلها؟ الحقيقة لازم تطلع، بس الطريقة اللي هتطلع بيها هي اللي هتحدد مصير الجميع.